السلام عليكم. تعالوا النهارده هنعمل كيكة الجلاش او المكرمشة. النهارده هنعملها بأسهل طريقة. الكيكة الجلاش بقى كيكة، ايوه الجلاش هنا بالوصفة دي زي الكيكة وطعم الكيكة بالظبط. هنعرف ازاي، هنشوف دلوقتي. الاول هنقطعها ونشوفها من جوه ونشوف ازاي مقطوعة معانا زي الكيكاية بالظبط، وازاي هي اصلا آه، ورق جلاش، وازاي خليناه كيك. هنشوف الكلام ده كله. طعمها جميل جدا، ولكنها ايه، حاجة كده ميكس ما بين فعلا طعمها قريب قوي من الكيكة، وما بين اللي هي ايه، لا طعم الكاستر والتفاصيل اللي احنا هنشوفها دلوقتي مديها حتة تانية حلوة كده، هتعجبكم جدا. هنشوفها دلوقتي كلها، كل التفاصيل بتاعتها مع بعض، بس انا ايه، حبيت اقطعها كده واوريها لكم من جوه عاملة ازاي. تمام. جميلة جدا. طبعا على الوضع اللي انتوا شايفينه، هي مش عايزة شوكة، عايزة كده تتاكل جنب كوباية شاي ولا حاجة، بكل بساطة زي ما انتوا شايفين كده، تحفة جدا. تمام. بلفة جلاش عادية جدا، مش شرط يكون طازة. اول حاجة هنعمل الشربات. كوبايتين، معايا كوبايتين سكر، عليهم كوباية مية، او مجين سكر عليهم مج مية، على حسب مقدار الكوباية بتاعك. هحط عليهم نص عصرة ليمونة وهسيبه يغلي. ولما يدوب السكر خالص، مش هقلبه خالص، لما يدوب السكر خالص هرش رشة فانيليا كده، وهقلبها من نص الحلة. مش عايزة اروح على اطراف الحلة خالص عشان العسل بتاعنا ما يسكرش. تمام. وهسيبه غلوة كمان، وهطفي عليه زي ما احنا شفنا، ونسيبه يبرد على ما احنا نعمل الجلاش بتاعنا. معايا لفة الجلاش هنا. اول حاجة طبعا هي الصينية هنا، لا تيفال بايركس، عايزين اي حاجة ما تكونش بتلزق. تمام. ومع ذلك انتوا زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت عليها برضو سمنة عشان لما اجي اقلبها تتقلب معايا بسرعة. وهنا معايا لفة جلاش 500 جرام. مش شرط تكون طازة زي ما انتوا شايفين، هي بقى قديمة يعني، بقى كذا يوم ومفرولة مني خالص، مش شرط يكون طازة في دي خالص. احنا عملنا مع بعض المكشكشة، بس المكشكشة لازم تكون لفة الجلاش معايا طازة. هنا بص اللفة معايا بقالها كذا يوم في التلاجة ونشفت، وعايزه اقول لكم وانا بفكها قرفاني جدا، ومع ذلك كل ده ملوش اي لازمه. عادي جدا، مش متبهدله بقى متفروله طالع عينيها. احنا هنطلعها دلوقتي باحسن شكل واحسن صوره. وازاي بقى لفه جلاش قديمه معانا، لا مش هنعرف نعمل بيها حاجه، لا هندخلها نعمل بيها المكشكشه المكرمشه طبعا. انا عشان عملت المكشكشه ف مختلط عليا الامر، المكشكشة او المكرمشة او كيكة الجلاش. تمام. وعملت برضو فطيرة الزنقات ببرضو الجلاش ال البايت، او الجلاش المتسبق عندنا ومنسي في التلاجة كام يوم. تمام. طالع تحفة جدا جدا. عايزة اقول لكم احلى فطيرة عشاء جربتها باقصى سرعة وبأقل من نص ساعة، بنفس الجلاش اللي متبقى عندي بنفس الطريقة. تمام. تمام. هنبقى نعملها في القناة دي، انا كنت عاملة الكذا وصفة دول في القناة التانية. تمام. هنعمل المكرمشة، وهنعمل فطيرة الزنقات، ونعمل الحاجات اللي انا كنت عاملاها. الناحية التانية هعملها لكم هنا ان شاء الله. تمام. خلاص كده انا هفضل اجمع في بداية اللفة كانت معايا زي ما انتوا كنتوا شايفين مهربدة شوية، لكن بقية اللفة من جوه كده كانت حلوة ومظبوطة. هكمل بقى لحد ما اقفل الصينيه كلها. عايزه اقفلها زي ما انتوا شايفين، بتحس اللي هي بتقفل على شكل ورده. شايفين تكنيك اللفه عامله ازاي؟ انا مش بعفصها كده في بعض، لا انتي بتلفيها على هايش كده، يعني لازم تكون ما تدوسيش قوي، ما تسيبيهاش، ما تكبسيهاش يعني بالمعنى المفهوم. تلفيها لفه على الهوا كده، شايفه؟ بالطريقه دي. تمام. هفضل اجمع لحد ما اخلص، اقفل الصينيه. مش شرط اخلص كميه الجلاش معايا، اهم حاجه ان انا اقفل الصينيه اللي تقفل معايا شكل كيكه، او تقفلها لي على شكل ورده كده. هي بتبقى عامله زي تجميعة الوردات زي ما احنا شايفين كده، حتى شكلها بيبقى لذيذ جدا. تمام. وعايزه اقول لكم هي فعلا طعمها جميل قوي، ورايحه في حته كده، ولا ما بين الكيك، هي طعمها قريب قوي من الكيكه،
وما بين هي مش جلاش طبعا، انت مش بتاكليها بتلاقيها جلاش. وبنقعد بقى نفتح لها كده طبعا عشان هنعمل دلوقتي التشريبه اللي هتخلي الجلاش ده متماسك. فانا بفتح له كده بالسكينه، تمام، عشان التشريبه تخش في كل مكان. لو لاحظتوا معايا في بدايه الفيديو كان في حاجات شاربه جدا وفي حاجات لا، فلما تظبطي الشرابي كويس هتشبعي كل الاماكن دي. معايا كوبايتين لبن ونص كوبايه سمنه او زبده عادي جدا، ونص كوبايه سكر بودر ورشه ملح ومعلقتين كاستر ومعلقه صغيره بيكنج باودر. ممكن نستبدل الكاستر ببيضتين، بس انا مش حابه ان انا احط لها بيض صراحه. هي بالكاستر جميله جدا، في ناس بتعملها بالبيض. جربوها بالكاستر هتلاقوها تحفه جدا، مش محتاجين نحط لها بيض. بغض النظر عن هو غالي او الكلام ده، لا هي بالكاستر اجمل بكتير. وهرش رشه فانيليا صغيره، واخر حاجه هحط معلقتين الكاستر الكبار. طبعا بعد ما اقلب كويس جدا وادخل كل المكونات دي ببعضها، هنزل الكاستر. وهنا البيك بوس بتاعي في الوصفه دي، وهو اللي مودي معايا التيست في حته تانية فعلا خالص يعني. ما حسسك اللي بتاكليه فعلا زي الكيكه. تمام، خلاص كده قلبتيه كويس جدا. انزلي بقى على الجلاش وحاولي تشربي كل الاماكن وتعززي كل يعني تشربي كل مكان في الجلاش. تمام، خلاص كده رشي بقى وغطسي كده لحد ما توصلي. كده كده هتاخدي التشريبه كلها، ما تسيبيش منها اي حاجه، كلها تملي بيها الصينيه لحد ما تشربي كل جزء فيها. تمام، وتدخليها الفرن تلت ساعه في الرف اللي في النص. افتحي لو عندك مروحه افتحيها لحد ما تحمر منك فوق وتحت، وبعد كده نخرجها بقى نسقيها بالشربات، ولو في مكسرات نضيف، ودوقي احلى مكرمشه او كيكه جلاش. تمام، زي ما انتوا شايفين هنشرب كل مكان عشان ما تبقاش ناقصه اي حاجه. حاسين ان التشريبه معاكم قليله شويه، نقدر نضيف لبن. بس بعد ما انت حطيتي كل المكونات مش محتاجه تحطي حاجه تاني، تقدري تحطي نص كوبايه لبن كمان تظبطي بيها لو في اي مكان ما شربش التشريبه دي. تمام، هنا بعد تلت ساعه زي ما انتوا شايفين جميله جدا. الكاستر معلي التست بتاعها جدا. هحط المكسرات وبعد كده هحط الشربات عشان المكسرات تقفش لما ننزل عليها الشربات، فالمكسرات متتحركش تاني من مكانها، تثبت بقى على الكيكه. تمام، او على الجلاش. ومحدش ينسى اللي هو في الاصل ده كان جلاش. تمام، جميله ولذيذه وسريعه جدا. عايزه بقى حاجه حلوه كده على السريع، قومي اعملي الوصفه دي هتعجبك جدا ومش مكلفه خالص، مفيهاش ريحه التكاليف. تمام، يعني 20 جنيه 25 جنيه تقومي تعمليها. الكاستر معلقتين الكاستر، كوبايتين اللبن، ولفة الجلاش. مش هنكلف اكتر من كده، ومش هنخش بقى في بيض والقصص اللي ممكن تعلي معانا السعر اكتر. تمام، زي ما انتوا شايفين سيبيها بقى تبرد شوية، وكلي احلى كيك الجلاش بالهنا والشفا اللي يجرب. اول حاجه اخر حاجه بقى هنعمل ايه، هنقلبها زي ما احنا شايفين. كنا ليه بنقول تيفال او بايركس عشان لما اجي اقلبها كده تتقلب معايا زي ما انتوا شايفين كده. وتقدري بقى تقطعيها، تسيبيها تبرد وتقطعيها وبالهنا والشفا. تمام، وزي ما بقول لكم دايما اللي متابعني على قناتي التانية، هسيب لكم كل المقادير والتفاصيل بتاعته في صندوق الوصف، لو اي حد يتلخبط او حاجه ترجعي له. كده خلاص ما شاء الله زي ما انتم شايفين. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس للكل عشان اي فيديو جديد ان شاء الله اعمله يوصل لكم. سلام عليكم.